ما شاء الله. فضيلة مولانا القارئ الدكتور علاء الدين أبو عطية موسوعة في القراءات، وما شاء الله بقراءات مختلفة وتجويد مختلف، وده يدل على إتقان حضرتك للقرآن. وحضرتك كنت حافظ القرآن وأنت في الإعدادية ما شاء الله، وكملت بأكثر من دراسة وتصميم. كلمنا كده فضيلة مولانا الدكتور علاء الدين أبو عطية، جميع القراء في جمهورية مصر العربية أنا بلاحظ في وأنت وحضرتك موجود معاهم في حب للدكتور علاء الدين أبو عطية. اولا سؤال جميل جميل جدا ولطيف من حضرتك سعاده المستشار احمد العلامي، احمد الكويسكي الاعلامي المتميز. حضرتك انت ذكرت كلمه واحنا في الاستوديو قبل ما ندخل الحلقه دلوقتي، انا لسه فاكرها في وداني، قلت انا لا اغير من احد. لا الحمد لله. وان دل فانما يدل على سلامه صدرك. حضرتك بتقول معظم او كثير من القراء او كل القراء بتحب الشيخ علاء أبو عطية وبتحب تزامل الشيخ علاء أبو عطية. حقيقة ليه؟ لأن كل من يفعل ذلك فاعلم واعرف تمام العلم والمعرفة أن قلبه سليم ويقرأ القرآن لله. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني في حديث ما معناه نعم. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. احنا والله انا لاحظتها والله يا مولانا في اكثر من العزاءات مع الشيخ الطروطي ومع قراءنا العظام، حب كبير جدا، وحتى السلام على حضرتك بيبقى فيه شيء من الحب. الحمد لله. ان دل فانما يدل على الحمد لله. انا يعني زاملت كثير من القراء ومعظم قراء الاذاعه وكبار القراء، واكن لهم كل حب وتقديري. ما رايت منهم الا كل حب وتقدير، لان القارئ اذا عرف القارئ اللي زيه متقن وقارئ ويتقي الله في القرآن لازم يحترمه، لازم يحترمه على أي بند. والذي يعني في قلبي شيء من الضغينة أو الحقد أو الحسد فاعلم أنه يعني لا حول له ولا قوة إلا بالله. فطبعا ده لا ينطبق عليه صفة القارئ، لأن القارئ يحمل كلام الله عز وجل. القرآن اتخلق بدمه، دمه وعروقه في جسمه في مخه في شعره في جسمه في كيانه. قرأ قرآن ربنا، يعني قرآن ربنا اتخلق بدمائه. كيف يكون هذا الرجل لا ينطبق عليه قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكل هؤلاء يعني أهل القرآن بصدق. النهارده فضيلة مولانا الدكتور علاء الدين أبو عطية في بعض العزاءات في شيء من الإبهار والمنظرة، وطبعا شاشات بطانة جنب الشيخ، حاجات كده طبعا لا تليق بالميت نفسه ولا تليق بأهل الميت. وعارف السؤال ده فيه إحراج لحضرتك ولكن لازم حضرتك ترد على هذا السؤال. أنا أرد على حضرتك السؤال ده، والسؤال ده حد من الإعلاميين برضه سألوه لي قبل كده وأنا جاوبته، وأنا برضه بجاوب تاني وتالت وعاشر ومية وألف ومليون. أنا اتعلمت، أنا علاء أبو عطية اتعلمت، حصلت على أعلى الشهادات الحمد لله، وقرأت وتعلمت هذا العلم لكي أبث هذا العلم لله عز وجل. من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام أهل النار يوم القيامة. فلما نكون واحد على علم، والسادة دلوقتي المشاهدين كلهم دلوقتي مستنيين الإجابة بتاعتي، طبعا يا إما نحايد يا إما ننافق يا إما نقول الصح يا إما إن أنا اللي في ظاهرة. أنا هقول الحقيقة أن القرآن، قراءة القرآن في العزاءات والسرادقات، وأنا المفروض أنا كراجل قارئ وكراجل شيخ المفروض نحل هذا الأمر، ولكن بالعلم والأصل والراجح. في حاجة في الفقه عندنا حاجة اسمها الراجح والمرجوح. الراجح هو أعلى حاجة، الراجح هو أعلى حاجة على وزن فاعل. المرجوح على وزن مفعول. والقاعدة الفقهية بتقول إذا أخذ بالمرجوح مع وجود الراجح بطل المرجوح كما يبطل التيمم مع وجود الماء. يعني عندي مرجوح وعندي راجح، لما يجي الراجح يكون موجود ده يبطل كما يبطل التيمم مع وجود الماء. فالأصل في قراءة القرآن ليس لها أصل في الكتاب والسنة. قراءة القرآن في العزاءات السرادقات والشواذ احنا مش بالمنع الصدقات يا سيدي الفاضل. انت حضرتك بتسالني، انا هنجاوب حضرتك باجابه ظاهريه طبعا غير لائقه. انا عشان خاطر برضه الساده المشاهدين ما يقولوش ان انا هربت بالاجابه، فانا هنجاوب اجابه نموذجيه علميه بادله وبينه وبراهين.
من أراني يجادلني فليجادلني، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وما فعلته الصحابة في عهد النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما عملوش عزاء، ولكن بعض من العلماء المتأخرين أجازوا ذلك بضوابط. نعم. عدم التغالي فيه، عدم المباهاة، عدم الافتخار، تكون حسبة لله عز وجل، تكون لضيق المكان في البيت. يعني مثلا أنا عندي مثلا البيت ضيق مش هيعرف يشيل الناس اللي هتعزيني، وهنعمل كركبة وحريم وأولاد ودنيا وبتاع، فبنعملوا مكان مثلا تحت، فتوسعنا المكان، عملت مكان راقي شوية مناديل مية معدنية، بدل ما يشربوا سجاير ويتكلموا ويسهلوا في أمور الدنيا والغيبة والنيمة، بتقول لهم الشيخ قرأ قرآن. بدأت، وهذا يعني بدأ في أيام الدولة الفاطمية، بداية القراءة والعزاءات وتجمع العزاءات. فقالوا لها ضوابط ولها يعني شروط. بالنسبة لصاحب العزاء عليه دور، وبالنسبة للقارئ عليه دور. نعم. أنا كواحد من الناس يعني نسأل الله عز وجل يعني ربنا يسامحني، أنا ماشي على يعني الفئة العالية. الفئة العالية يعني إيه؟ اتحطيت في موضع، يعني في بعض من المشايخ أو بعض من الناس عند ربنا أفضل مني طبعا، بدأ واحدة واحدة. بيقرأ مثلا في عزب حوالين منه كده، بلد هنا وقرية هنا وعزبة هنا وبتاع، وآخره ليميتد يعني محدود في قرية معينة أو قرى معينة أو عزب معينة، مش مشكلة. في بعض من القراء زي قراء الإذاعة بدأ ينطلق في المنوفية، في الغربية، في كفر الشيخ، في إتاي، في طنطا، في اسكندرية، في روح كده. منذ بدايتي أنا ما بدأت قراءتي بدأت في القائد إبراهيم محطة الله من الإسكندرية. كان الكلام ده كان أول قراءة لي كانت سنة 2002. ما شاء الله. 2002 يعني النهارده بالظبط 23 سنة قراءة في عزاء معتمد بأن أنا قارئ رسمي. نعم. التقيت مع الدكتور أحمد نعينع زميلته، الشيخ عبد الفتاح الطلوطي، الشيخ يحيى محمد يحيى الشرقاوي، التقيت برضه بالشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمه الله عليه في ارض الفلك في غيط الصعيدي في احتفاليه انتخاب المهندس ممدوح حسني. التقيت مع الدكتور احمد عمر هاشم برضه في بعض من العزاءات وبعض من الاحتفاليات رحمه الله عليه رحمه واسعه، كان هو متحدث وانا كنت قارئ. الشيخ عبد المنعم الطوخي رحمه الله عليه، الشيخ فتحي صابر، السويلكي، السوهاجي، بعض من القراء القدامى واللي توفى واللي موجود على الساحه، لا اذكر احصاهم او يعني كنت بشاهد طبعا هذه اللقاءات وحب فضيله مولانا الدكتور علاء الدين ابو عطيه من هؤلاء القراء. يعني متابع جيد لحضرتك في اكثر العزاءات، ما شاء الله، علامات من الحب وفي اخلاص لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. وده طبعا من فضل ربنا سبحانه وتعالى على الانسان القناعه، الانسان يقتنع بما اعطاه الله عز وجل. اولا انا في زمام منطقتي وبلدي، انا لا يعني بالنسبه للاجره زي حضرتك ما اتكلمت واستفدت به، لا اتغالى عليهم في شيء. يعني حقهم علي انهم ياخدوا حقهم، اما بره بيبقى وضعي زي اي وضع قارئ بره، في وفاء لمنطقتك طبعا. بالظبط. فطبعا بالنسبه للمغالاه والكلام ده كده، الشيخ بيبقى معاه تصوير ومعاه ده بيحمل اهل الميت مصاريف زياده. لا انا معايا السماعات، هم اهل المتوفي بيبقوا عايزين كده، هم بيبقوا عايزين كده. يعني انا بكون رايح عزاء واخد بال حضرتك، العزاء بيتصل بيا بيقول لي طلباتك ايه؟ بقول له حضرتك ايه اللي تشوفه وتعالى لحضرتك لاهل الميت. بس يعني هو بيتصل بيا بيقول لي يا مولانا عندي عزاء، المفروض عاوزين نعملوا حاجه خيريه، عاوزين في بنت يتيمه. يقول لك والله لا هو حضرتك بيتصل بيقول لحضرتك انا عايز حضرتك عندي عزاء في الحته الفلانيه، ده بقول لك حول لي الفلوس كمان على حسابي. لا في بعض المشايخ تمام. ولكن احنا بنقوله في الايه، في المعتاد. فانت حضرتك طلباتك ايه؟ فانا مش عايز نقول رقم عالي ومش عايز نقول رقم واطي، فبقول لحضرتك انت طلباتك ايه اللي انت عايزه. انا علاء برد عليه بقول له انت طلباتك ايه؟ انا مش عايز نكلفك ما لا طاقه لك. بيقول لي مثلا معاك الشيخ فلان، الشيخ احمد الخويسكي، طيب تقول خلاص احمد الخويسكي انا عارف انه قيمه وقامه وهياخد مبلغ محترم، خلاص يا عم انا زي احمد الخويسكي، يبقى خلاص. يبقى هو طبعا بيصرف الامور كلها على هذا على هذا المنوال. ساعات بتروح في مكان بتاخد فيه مصروف، يقول لك انا عايز عدتك كلها بالكامل، انا عايز عزا والدي زي عزا الفلان اللي كنت بتقراه في كفر الشيخ، انا عايزك تيجي تقرا لي العزا بتاعي وتعمل وتخمن لي على السوشيال ميديا وكذا كذا. قلت له حضرتك ده هيكلف كذا كذا، يعني انا بنقول هو اللي بيطلب، خلاص ده هيكلف 5000 جنيه، صوت وتصوير وكذا، ده لوحدهم 5000 جنيه. هل هذا وفاء بالعربيه يا مولانا؟
والله هو بص، بيبقى والده او والدته او اخوه الميت بريء منها براءة الذمة من دم يعقوب، ملوش دعوة، لأنه ليس لها اي انتقل. صواب للميت. هذه المظهريه ليس لها اي صواب للميت. العزاءات كلها للحي وليست للميت. ولا القرآن لا يصل إلى الميت، القرآن أصلا نفسه لا يصل إلى الميت إلا إذا قرأ الإنسان آخر واحد خد المصحف كده وقال بسم الله الرحمن الرحيم ما يتيسر له من القرآن، وبعد أن انتهى من القراءة قال اللهم إني وهبت ثواب هذه القراءة على روح أبويا أو أمي. في خلوته كده مع نفسه بإخلاص، لا كان فيها رياء ولا سمعة ولا بهرجة ولا خلاف ولا غلو ولا أي شيء. ولكن حد خبط عليك وقال لك تعالى، هتقول له لا هو اللي طالب. طيب خلاص لا حرج في ذلك. اما اللي يؤسفني بقى ان في بعض من الناس بتخبط على الناس واتصل بيهم وهاتون عندكم وانا فلان هجيبه فلان ده غالي ليه؟ طب ما تجيبوني انا رخيص هناخد 500 جنيه ولا 300 جنيه ولا 400 جنيه. ده يعني ده ما بيعجبنيش، ده مش بقى اسمه نوع اسمه نوع متواضع، لا مش كده، او الشيخ البسيط، لا مش كده، ده اسمه يعني ايه؟ برخص نفسه وبرخص القرآن. انت راجل جملك ربنا جملك بالقرآن وخلاك وضعك قيمة. يعني احنا بنكون في بعض من المناطق القارئ ده اصلا في الشادي الموجود في العزة زيه زي المحافظ، زيه زي المحافظ بالظبط، ما يختلفش عنه شيء، هو اللي ماسك رمانة الميزان، يعني من غيره ولا حاجة. طبعا ما هو كل المعزين جايين. الله ينور عليك. الشادي المعمول ليه؟ عشان الشيخ، الكراسي، الناس، في بعض المعزين كل حاجة مولانا بيكونوا قاعدين على الكراسي، يمكن حضرتك تصدق كم مره، وهم من حبهم في الشيخ والاتقان في القران دول الناس اللي بيحبوا القران بالظبط. ومين كان سمع يعني شكر الله سعيكم، شكر الله سعيكم، وهو واعد ما فيش حد بيتحرك. الله ينور. الليلة الصوفية ليلة بتغذي كل روح، روحك صافية وجميلة خد حالك وروح، مدحنا سيدنا النبي وكل الصالحين، ورحنا على سيادنا ولوم سيدنا الحسين، وختمنا بأم زينب عمة زين العابدين.